الهلال ينفي مفاوضات ميسي. فجر نادي الهلال السعودي مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص مفاوضات الإدارة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكانت تقارير صحفية اشارت في وقت سابق إلى أن إدارة الزعيم ترغب في ضم ميسي مقابل 400 مليون يورو سنويا. الهلال نفت وجود اتفاق أو مفاوضات مع ميسي، وأوضحت في الوقت ذاته أن هناك مفاوضات بين الطرفين، ولكن الهلال لا يرغب في الإفصاح عنها، وهو نفس الحال مع خوف ميسي والد النجم الأرجنتيني. وتسعى إدارة الزعيم تطور مثير في مفاوضات الهلال وميسي. وحسب صحيفة موانديو ديبورتيفو الإسبانية في إن إذا ضم العديد من اللاعبين الكبر في الميركات والصيفي مقابل قدمها الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة. جدير بالذكر أن عقد ميسي سينتهي الصيف المقبل وسط محاولات قوية من برشلونة لاستعادته ورغبة باريس في التجديد له، بالإضافة إلى ترقب واضح من إنتر ميامي الأمريكي.